والله رمضان طبعا بيحلو باللمة وطيبة البلد وطيبة أهلها. طبعا في رمضان أو في الأشبة أو في المناطق الجنبنا أو كل مناطق السودان له طبعا لونية مختلفة وله طعم خاص، ويعني فيه كمية من الناس، وممكن نقول الناس كلهم عندهم التصافي والتراضي والتسامح، ودا يجي عليه دا ودا يطايب دا ويتفقدوا الناس. فرمضان يعني في الغرة ما في العشبة براها، في الغرة كلها أو في ربوع السودان كما يحلو للجميع رمضان بشكل مختلف. يمكن قبل تحت الهواء لما قلت لك رمضان في العشبة قلت لي يا سلام خدت سرحة كده. فخلينا نعرف شنو المميز في اللي بيميز رمضان في العشبة، شنو تفاصيل لمة الناس؟ والله اللمة والحبان والتعاطف. يعني حاجة جميلة جدا لما الناس يطلعوا للمويات أو يطلعوا للسوق ويتلموا الأخوان والأصحاب أو في المويات، يعني حاجة لما مختلفة جدا جدا وحاجة جميلة. يعني زول يتمنى إنه ما يفارقنا هاي. يا سلام. أيوة والله. كل سنة والله طيبين كلهم أهلنا في قرية العشبة، بنوصل لهم تحية. مدينة الدندر كل التحية والتقدير، والشعب السوداني كافة ما دارين نفرز نحن عشان أكيد. رو اف ام 106.6 106.6 اسمع وشوف الحياة.